السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين، وعود علينا وعليكم الأيام بخير يا رب، اللهم آمين. ويهل علينا شهر البركة واحنا في أحسن حال يا رب، وما ينقص منا أي أحد يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله. النهاردة بقى جينا نعمل معاكم مخللات رمضان. تشكيلة مخلل 10 على 10. بجد لو عملتيها مش هتبطليها، لا في رمضان ولا في غير رمضان. بس المشكلة إن خضار المخللات ده بيبقى مواسم، فهو أفضل حاجة ليه الموسم اللي احنا فيه ده دلوقتي ده. شفتوا اللفت وجماله؟ لما تقطمي الطرف بتاع اللفتاية كده ويقطم معاكي، بيقطم معاكي بسهولة، اعرفي ان هي طرية وحلو. لو جامد وناشف اعرفي ان هي مش حلو. هنا انا جبت بحوالي 20 جنيه لفت، قشرته ونضفته بالشكل ده كده. والجزر ده 3 كيلو، قشرته برده بالشكل ده. وخيار وفلفل. الفلفل ده مش حامي قوي. ودي قرنبيطه قطعتها وردات صغيره كده. انا اقطع في المخلل ده يا جدعان يجي ساعتين، وبالذات بقى بالسكينه المشرشره اللي هي بتاعه المخللات دي، عشان او احسس اللي هياكله ان ده مخلل جاهز، مش انا عاملاه في البيت يعني. او قطعت كل حاجه بالشكل ده كده وغسلتها الاول، قشرتها وغسلتها وقطعتها وبالشكل ده كده. يعني على بال ما وصلت للمرحله دي بصراحه كانت اجهدتني جامد. ودي قرنبيطه برضو كده، بتدي طعم حلو. لو كان عندي بصل كمان كنت بفكر والله اجيب بصل مخلل جاهز، اللي هو الصغير الابيض دون، او احطه معاه. بس ما جبتش، قلت اكتفيت باللي انا عملته ده، ولو جبت بصل هخليه لوحده مش عليه. حطينا بقى الخضار كله على بعضه كده، الجزر واللفت والخيار والفلفل والقرنبيط، كله مع بعضه. العلبة دي فلفل احمر مفروم، انا بحب احمر بيها المخلل بتاعي. بصراحة انا ماليش في البنجر قوي يعني بصراحة، انا بحب لون الخضار الطبيعي. تمام. ده فلفل مفروم في الخلاط، بفرمه بربع كوباية خل بالشكل ده كده. وبتنزلي عليها بكوبايتين ملح، كوبايتين ملح على قد كمية الخضار اللي انت عاملاها. اهو بالشكل ده كده، ملح ناعم عادي بتاع الاكل اللي انت بتعملي بيه. بتنزلي بكوبايتين ملح، تقلبيهم بقى في الخضار بتاعك كده. والله العظيم طعمه تحفه. اول مجرد ما دبل بس وشرب ملحه، إيه خلاص كده اكلت منه. انا عامه يعني عاملاه، يعني الفيديو ده انا عاملاه من يومين، بس لسه ما كنتش منتجته يعني. فانا لسه بنزله دلوقتي، بس انا حاليا انا اكلت من المخلل ده، مع اني عاملاه رمضان يا جدعان، بس ما قدرتش استحمل شكله وجماله بصراحه قدامي، وما عملوش تيست كالعاده. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب. كل سنة وانتم طيبين يا رب، ويعود عليكم الايام بالخير، ويفرحكم ويفرح ولادكم يا رب بكل حاجة حلوة بتعملوها. ويهل علينا شهر الخير والبركة كده، واحنا وانتم في احسن حال يا رب، اللهم امين. الكادر هنا طلع معايا بالطول، مش عارفة ليه، او اللي كان ماسك لي التليفون اصلا كان ماسكه غلط. ودي ليمونة بقى، عارفين ليمون القضاليا الكبير ده؟ وممكن ليمون بلدي واصولا يعني، بس هو ده اللي كان موجود عندي يعني. بس الاتنين بيدوا نفس النتيجة. بتعصري واحدة او اتنين كده على المخلل بتاعك، بيديله مزازة وطعم حلو قوي. وحوالي نص كوباية خل. الخل ده بقى ايه يا جدعان؟ ده اللي بيحافظ على المخلل لو قعد عندك فترة طويلة ما يتهريش، ما يتبلش جامد، ويبقى دايما بيقرقش معاكي كأنك لسه عاملاه طازة. هنا بقى بنقلب كل الحاجات اللي احنا حطيناها، الفلفل والخل والملح، بنقلبهم كلهم في الخضار بتاع كده. بتجيبي بقى البرطمانات بتاعتك، بتجهزيها، تبقي غسلاها ومنضفاها ومخليها زي الفل، ومجهزاها قبل ما تعملي كل حاجه. اتعدل بقى، هو هيتعدل دلوقتي، هو التليفون هيخاف مني وهيتعدل. هنا بقى المخللات بتاعتي كده، بملى البرطمان. هو انا كنت ماليه البرطمان، بس اول ما شرب الملح ده نزل الميه اللي في الخضار، بقى البرطمان ربعه. مش عارفه ازاي، ربعه ايه، نقص ربعه، مش بقى ربعه، نقص ربعه. او هنا بقى بالشكل ده كده. اهو انا عبيت 4 برطمانات، هنا ما فيهوش ميه نهائي. كده انا ماليه البرطمانات الخضار بس. البرطمان بالذات ده اللي فيه فلفل اخضر في النص ده، ده فلفل حامي، ده معمول خاص كده لحد معين يعني. بس الفلفل الحامي ده ما كانش حامي قوي برضه. والفلفل اللي انا مقطعاه ده فيه حرقيه بسيطه قوي، يعني تخليكي لو طفل صغير ممكن ياكلها عادي ما يتاثرش منها. هنا بقى دي تاني يوم، الميه دي ميه بملح خفيف، لان انا كده كده حاطه الملح في المخلل وانا بقلبه.
الميه دي بحط فيها حوالي معلقتين ملح كده، وبدوبهم. بس هو كده كده المخلل اصلا بتاعي شارب ميته، شايب ملحه ومنزل ميته. انا كده ما حطيتش لسه عليه ميه خالص. كل برطمان هتلاقي نصه ميه دي ميه الخضار اللي محطوطه. انا لسه ما زودتش عليه ميه. هنا بقى الميه دي انا بزودها، بكمل بيها الميه على الميه اللي نزلت من المخلل في البرطمان لغايه ما تغطي وش الخضار بتاعك بس، او وش المخلل بتاعك اهو بالشكل ده كده. بتكملي بقى كل برطمان اهي. بصي هوريكي الاول الميه اللي نزلت مني قد ايه اهي، لحد النص بالظبط. دي ميته هو، ميه اللفت والخيار والجزر، ميه الخضار اللي انت حطاه. بتكملي عليها بقى ميه كوبايتين كده او اكتر، لغايه ما تغطي وش الخضار بس. ممكن تاكلي منه بقى بعد اسبوع، بعد 5 ايام، يعني على حسب ما تلاقيه تخلل معاكي. انا عامه نفسي يعني ما قدرتش اتحمل، كلت منه تاني يوم. هو لسه ما اتخللش بس انا حباه. والحرقيه بتاعته خفيفه جدا، يعني ما تضركيش ولا تاذيكي في اي حاجه، مش حامي قوي يعني. هنا بقى طبعا انا كنت عامله الكميه دي كده كلها مش ليا لوحدي طبعا، ده ليا والحبايب. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب والف هنا وشفا لكل حد كل من حاجه. ربنا يا رب يبارك له في لقمته وفي كل حاجه حلوه بيعملها. هنا بقى ده برضو كان نصه ميه، انا بكمل عليه بس بكمل على الميه اللي نزلت منه. وفي برطمان برضو هحط فيه بنجر، برطمان واحد بس برضو، ده بناء على هو نفس البرطمان اللي فيه الفلفل الحامي ده. برطمان خصوصي. بألف هنا وشفا يا رب. ربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا، وكل سنه وانتم طيبين. ويا ريت اللي وصل معايا لحد هنا ما ينسانيش في لايك واشتراك ودعوه حلوه كده من قلوبكم، وليكم بالمثل يا رب، اللهم امين. بيجعلنا شهر رمضان كده واحنا في احسن حال جميعا يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. هنا بصي البرطمان نقص منه خضار قد ايه، تحس انه اتشال منه خضار. بس هو يا رب والله ما شلت منه حاجه، هو مجرد بس ما الملح نزل ميه الخضار، فالخضار كله نزل تحت. هزود ميه، هعمل ميه تاني بملح، وهكمل تاني بقيه البرطمان بتاعي، واسيبهم بقى على جنب كده لمدة 4 5 أيام أسبوع. هو عامة دلوقتي فاضل على رمضان حوالي أسبوع، فهو الوقت ده مناسب أوي إن انت تعملي الكمية دي. بس هو إن شاء الله يعني لو خلص قبل رمضان هنعمل تاني، يعني مش هنغلب. احنا بنحب المخللات في البيت. احنا دلوقتي سامعين الصواريخ. صواريخ رمضان، لسه رمضان ما جاش بيضربوا صواريخ. احنا دلوقتي فاضل على رمضان حوالي أسبوع، يعني يا دوبك قبل ما يهل علينا رمضان إن شاء الله على خير، هيكون المخلل استوى بقى لذيذ جدا. الفلفل الاحمر بقى مع اللون اللي بينزل من اللفت والجزر والحاجات دي بيدي لون بامبا خفيف كده للخضار بتاع المخلل، بيخلي طعمه حلو قوي. واحنا بقى طبعا في موسم الشتاء عندنا الخضار كتير بتاع المخلل، الجزر واللفت والكرنب. انا كنت مخلله كرنب لسه خلصان مني قريب، بيبقى حلو قوي برضو في الشتاء بيبقى لذيذ قوي. بس الكرنب بالذات اللي بحب احط عليه بنجر بيديله لون حلو كده، انما المخلل ده انا بحب على لونه وطبيعته كده. هنا كده كنا خلصنا الكمية بتاعتنا، بس يا ولاد بقى لسه بدري. اهو البرطمان ده حطيت عليه حبة بنجر كده صغيرين يدوله بس اللون، انما انا حابة بقية المخلل يبقى على لونه. انا احب اكل البنجر كده اخضر كده، يعني اقطعه كده واكله، لكن ما احبش ان انا احطه في مخلل او اي حاجة تانية. بيبقى حلو قوي لفقر الدم والانيميا والحاجات دي، بيبقى لذيذ قوي، فوائده جميلة جدا. عندنا اسمه بنجر، في دول تانية اسمه شمندر. كل سنة وانتم طيبين يا رب، كده يهل علينا رمضان واحنا في احسن حال يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. انا خدت خيارة وهي مخللة وشربت الملح، والله، مع انه كان متخلل قبلها بيوم، بس يعني عملته بالليل، وهنا كان تاني يوم بقى بالليل برضه كان نزل كل المية اللي فيه. هنا بقى كان خلص معانا المخلل. يا رب كده يكون عجبكم ان شاء الله وتجربوه، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. كل سنة وانتم طيبين، واشوفكم في فيديو جديد على خير، مع السلامة.